زمان وانا في ثانويه عامه كان معايا بنت كنت بشوفها كل يوم وبصراحه اعجبت بيها، وحاليا انا في اخر سنه في كليه الهندسه ولسه لحد الان متابعها وبتقابلني دايما في المواصلات، بس مفيش كلام بينا. المهم ان من حوالي شهر كده قررت ان اروح اطلب اذن، فطلبت من اختي تكلمها عشان لو موافقه اخد اهلي واتوكل على الله اتقدم لها، ولو مش موافقه يبقى كل شيء اسمه نصيب وما احرقش نفسي. وفعلا اختي كلمت والبنت قعدت حوالي اسبوع وبعد كده ردت بالموافقه، وبعدها حددنا ميعاد مع اهلها ورحت عشان الرؤيه الشرعيه. لكن اتفاجئ وانا قاعد معاها لما قالت لي في وشي كده بالحرف انا مش موافقه ومش بفكر في الجواز دلوقتي. فرديت وقلت لها عادي كل شيء اسمه نصيب، ومشيت من هناك وعينيا حرفيا كانت غرقانه من الدموع بسبب كسره قلبي، وانها ما استنتش حتى لحد ما امشي، وبعد كده اتبلغني بالرفض زي ما هي عايز. لكن قلت لنفسي عادي بتحصل ومش مشكله، وقفلت على الموضوع ولا كأن حاجه حصلت. المهم لقيتها امبارح داخله تكلمني وتقول لي انها خلاص غيرت رايها وموافقه ان اتقدم لها. انا شفت الرساله ولسه ما ردتش عليها لحد دلوقتي ومش عارف ارد اقول لها ايه اصلا، وبصراحه كده انا مايل لها وعايز، بس برجع اقول لنفسي فين كرامتك من اللي حصل لما رحت اتقدم لها من اول مره. وانا حكيت لكم اللي حصل بالتفصيل عشان انا تايه ومش عارف اعمل ايه. اروح اتقدم لها وانسى اللي حصل عشان بحبها، ولا اختار كرامتي واريح دماغي وان شاء الله ربنا هيرزقني باللي احسن منها؟ يا ريت تقولوا لي في التعليقات.